كتير جدا خاصه بنادي الزمالك، والكل كان متوقع ان تبقى في بدايه مختلفه لنادي الزمالك، ان يبقى فتح خير. انت شفت النهارده كابتن رضا بدايه من ما شفتش الماتش؟ شفته بس ما شفتش حاجه، ما شفتش قدامك، ما شفتش الا اسوريو بس. ده من النظام الباقي بتحملوا الهزيمه هو والناس اللي مشيت دي هم السبب في اللي بيحصل النهارده وهيحصل بكره. ايوه انا عايز اتكلم على ماتش لعيبه الزمالك. ايوه لعيبه الزمالك لابسه فانيلات مختلفه. عيب عيب. احنا هنتكلم بجد ولا هنقعد؟ لا شوفوا المسؤول مين اللي وصل النادي لكده. لما تروح البادج مختلف والفانيلا ما ينفعش يا فاروق. انت بتتكلم في بادج، انا بكلم الكوره بعيد عن ما فيش كوره. ما احنا قايل لك بص. لا كابتن، زمان كان اللعيبه ما بتلبسش اللبس ده وما بتسافرش في الطيارات دي، لكن يهمها انها تكسب. بس ان خلاص زمان. انت دلوقتي بتاخد طياره خاصه، تمام. واخد بالك احسن شركات اللبس بتيجي تتعاقد معاك، واخد بالك التسويق بتاعك بيبقى عالي جدا. ده انت ما كنتش لاقي تودي فرقه من الفرق بتلعب بطوله يعني بطوله محترمه، واخد بالك، ولغايه قريب اهو ما كنتش عارف تأيده. ايوه انا بكلمك كوره، كلمني كوره. مفيش، ما انت كوره مفيش. يعني لعيبه الزمالك اللي موجوده النهارده يا عم مفيش لعيبه الزمالك ما تكسبش الفريق بتاعك والمصحف ما تكسب. انت عارف لو لعبوا تقسيمه الاثنين خسرانين، هيخرجوا الاثنين خسرانين اللي بيلعبوا ضد بعض. مش هتعرف مين اللي يا راجل صلى على النبي، يا راجل صلى على النبي. ده مفيش لا اساسيات كوره ولا بدايات. هات بس التشكيل بس. والله العظيم حرام، والله حرام. بتاعت كابتن رضا النهارده حرام. احنا نادي الزمالك النهارده هنقعد ده موجوده. انت يعني انت دلوقتي هتحمل اللعيبه. محمد صبحي مش ده منتخب مصر؟ ما يتاخدش. وانا قلت لك ما يتاخدش منتخب مصر. ده محمد عبد الغني، حاتم سكر، اوباما، لوسي عامل زي لوسي، نبيل عماد دونج اللي كان في شاطر، ابراهيم نضاي، مصطفى شلبي، سيف الجزيري، شيكابالا. سيف الجزيري ده منتخب تونس. شيكابالا اسطوره نادي الزمالك. ما يكسبوش الفرقه بتاعت لا ما يكسبوش. الله ايوه والله زي ما بقول لك، في ظل الظروف بتاعت المدير الفني اللي هو عمال يفتي ده، واخد بالك، وبيلاعب لعيبه ما تعرفش ده بيلعب فين وده بيلعب فين، ومصمم وبيحب لعيبه بعينها. يا راجل ده نضاي النهارده كل كوره يمسكها ويديها له، المسلوسي كل كوره يديها له، السكر بقى ملح، واخد بالك. وعندك النهارده في واحد من المحللين قاعد عايز يغلط مجدي محمد عبد الغني، يقول لك الجون الثاني مسؤوليته ايه؟ اذا كان الراجل كان رايح يقابل في نص الملعب، اتلعبت المعلم اللي اسمه حسام عبد المجيد ده كان لازم يروح ويضغط وما يخليش الراجل يرفع عينه ويعملها بالشكل ده، وتعدي وتروح لسكر يقوم جاي قالشها للراجل بيصلحها له. وما شفناش الجون الاولاني، احنا ما شفناش الجون الاولاني، واخد بالك. وتقول لي لعيبه الكوره ايه؟ ده مش عارفين يقفوا في الملعب، مش عارفين يتحركوا. لا بس ده ليه؟ هو دول لعيبه نادي الزمالك برضه يا كابتن. ما هي دي اللعيبه بقى اللي هي فضلت لك من الخراب المستعجل. يعني اللعيبه المصحصحه انت بعتها ومشيتها وفسخت عقودها، وسبت اللعيبه اللي هي عامله زي شويه الملح. لو راحوا اي نادي يا كابتن والمصحف النادي ده، والمصحف ما يلعبوا مراكز الشباب. اقعد ساكت بقى، بس استقش كبالة بس لما اكون فايق ومصطفى شلبي. المصحف ما كانوا لو فتوح وزيزو كانوا موجودين برضه كنت هتخسر. مفيش هدف طول ما فيش استقرار في الفلوس هي اللي طب اقول لك على حاجه، انتوا النهارده عمالين تقولوا بيطلع سيف الجزيري ملوش نفس يلعب. بتفرج عليه كده، مش هو سيف الجزيري اللي كان بيروح يموت نفسه ويخبط والكلام ده. طول ما الدنيا كده ربنا يستر. وانا قلت لك كنت تتوقع يعني انت الهزيمه. ايوه انا قايل لك من قبل ما اشوف الماتش وقبل ما اشوف الزمالك، قلت لك بص من المساوئ ان هم سابوا الثلاث لعيبه افارقه دول، سامسون على نضايا على سابوهم في الفريق قصدي على المسلوسي، واخد بالك. دولت يقعدوا ليه؟ هم سايبينهم لك. يا كابتن عندك مشكله قنابل موجوده. اسمع يعمل لك ايه؟ مكان لا انت انا ما عنديش فلوس يابا. لا اسمع يابا اسمعني، ما انت عندك تفسخ العقد مع سامسون. ايوه هو جيب مين طيب؟ يا عم امشي، عيل صغير من الفرقه من يطلع، هو محتاج ما يطلع. طيب ماشي، بدل ما هو طب سامسون مش هيلعب. طب انت رايح فين؟ ارجع بس. انا مش عارف اللي كنت فيه. استنى يا عم الكرسي عمال يجري مش عارف انا راكب حصان ولا ايه؟ واخد بالك. فانت دلوقتي عندك ده مش هيلعب، فان هو سابهولك عشان ان هو يبقى عليك. ممكن اسالك سؤال يا كابتن رضا؟ سؤال والله دي لو انت حضرتك مدير فني واتحطيت في امر واقع ان انت تمسك مش همسك وربنا ما
ده نادي الزمالك يا عم نادي الزمالك انا كنت يقول لك لا انا ما اقصدش. لو انا النهارده قالوا الكابتن رضا عبعال مدير لا انا مش همسك الناس دي يا كابتن، مش في الظروف. خلاص يبقى انت ما تلومش على الراجل بقى يا كابتن. يعني اي لا واحد من اولاد نادي الزمالك، انا ما بلومش على الراجل، انا بلوم على فكره. انت ما عندكش كابتن. اي واحد من اولاد نادي الزمالك لو قلت انا امسك دلوقتي مش هيمسك يعني؟ مين؟ اي واحد من اولاد نادي الزمالك. قال هم ما عندهمش شغل. ليه ما يمسك وتوفر يا فاروق الفلوس اللي بتديها للراجل ومسك لا بس ماسك اي حد من المدير مش لاقي فني شغل. وانت دلوقتي اي حد يعني مش عشان ينقذ نادي الزمالك، لا هو عشان عايز يلمع نفسه يكتب في السي في بتاعه ان هو مسك نادي الزمالك. انما انت لو جبت دلوقتي جوارديولا اللي هو بيعدل في كرة القدم مسكته اللعيبه دي اقسم بالله هيلعب بيهم مراكز. طب انت رايح برضه بالكرسي فين؟ ارجع مكانك يا عم. طلعت تعالى لنا والنبي يا عم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. ورضا عبد العال بيقطع في كل من هو راح ماتش التا سولار الجيبوتي في ملعب تنزانيا. مش ده الزمالك يعني بصراحه لعيبه على قدها، لعيبه. رضا عبد العال بيقول لك ما تلعبش مركز شباب، ناس متباطئه في حق نفسها، ناس مش محترمه التيشيرت اللي هي بتلبسه، ناس حتى الروح مفتقدها. مش مهم ان انت تبقى مش في يومك، مش مهم ان انت تبقى مش موفق، لكن المهم ان انت يبقى عندك روح. في اللي اصعب من الهزيمه هو الاستسلام للهزيمه. النهارده نادي الزمالك مستسلم للهزيمه. حسام عبد المجيد يعني لسه ما عملتش حاجه في الكوره عشان ما تضغطش، عشان تحلق، علشان اللاعب يمسك الكوره في خط ال 18 بتاعك ويقعد يفكر ويجي ويبص على اللي جاي من ورا ويلعب له. ده الهدف اللي بان. والهدف الثاني طبعا ما حدش شافه خالص الا محمد صبحي في مرمى شباكه. لعيبه الزمالك عليه علامه استفهام. لعيبه الزمالك يقال ان هم واخدين 50% من المستحقات. ناس يعني احترموا تيشيرت نادي الزمالك. ناس بصراحه لا مبالاه في الملعب، ناس تحس ان هي مش مستقره فنيا ولا اداريا. وخوان كارلوس اوساريو راجل مش بتاع كوره، او راجل في دماغه حاجه اللعيبه دي مش عارفه تنفذها. لا، عاملين ندور له على عذر واحنا قاعدين بنتكلم على قهوه الخواجه. والله ما لاقيين، مش لاقيين حتى مثلا ايه التصميم على سيف الدين الجزيري وعدم الدفع بناصر منسي. ويعني بصراحه يعني حرام، خساره يعني. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، ما ينفعش ان هو يحصل في نادي كبير باسم نادي الزمالك. وزي ما انت شفت رضا عبد العال بينفعل ويقول لك انا ما بمسكش اللعيبه دي، واللعيبه ما تلعبش مركز شباب. تخيل انت لو جوارديولا اللي طور في اداء كره القدم على راي كابتن رضا عبد العال مسك اللعيبه دي، هيبقى حال نادي الزمالك عامل ازاي؟ اسمع رايك في الكومنتات، وبعد كده نتقابل في حلقه جديده بامر الله. حبيبي يا اخوان.